السلام عليكم وليد برج الحوت، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الحوت النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك لمنتصف شهر اغسطس عام 2023. هنتكلم عن طاقه شريكك، مشاعرك تجاهه ومشاعره تجاهك، شايفك ازاي وايه نواياه وايه خطواته القادمه. كمان نشوف هل منفصلين المبتعدين بينكم مسافات، هل في عوده مره ثانيه اثناء منتصف شهر اغسطس ولا لا. وعايز اقول لك القراءه تخص عزاب مرتبطين منفصلين كراش. قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل احبابك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، تفضل الادمن تفتكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك وشير، والفيديو اللي بيجيب احلى نسبه مشاهده ده اللي بيحصل معانا القراءه المجانيه. وان شاء الله تكون او تكوني سعداء لحظه تفوز معانا بالقراءه. وتعالى نسمي بالله ونبدا نوزع كروت. بسم الله. طاقتك يا حوت، طاقه شريكك، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، نواياه، ايه خطواته القادمه. ما تنساش نعمل لايك للفيديو واشتراك وشير لكل حبايبك واصدقائك. تعالى نسمي بالله. وبالنسبه لطاقتك انت يا برج الحوت، برج الحوت الفترة دي بيمر بفترة يعني فيها تفاؤل، فيها إيجابية. شايفة كمان يا برج الحوت إن أنت بتغير من تفكيره، شايفة إن أنت بتغير من رأيك، شايفة كمان إن أنت مستني خبر أو مستني فرصة، يمكن خبر بخصوص علاقته يمكن بحبيبه وشريكه في الماضي، أو يا برج الحوت خبر يخص شغله. يعني ممكن يكون مستني ترقية أو مستني تغيير مكان، أو مستني وظيفة جديدة أو في مكان أفضل. عامة أنا شايفة إن أنت أصبحت ناضج عاطفيا، ولكن ما زلت متمسك بحبك وشريكك يا برج الحوت. برج الحوت أنت يعني حزين جدا، أو مريت بفترة فيها حزن، حسيت إن أنت اتطعنت في ظهرك، اتخذلت، أو اتغدر بيك غدر مش كويس مع حباك وشريكك، اتعامل معاك بطريقة سيئة، بطريقة فرض سيطرة، اتهمك إن أنت سبب فشل وخراب وانهيار العلاقة بشكل كبير. كمان يا برج الحوت أنا عايزة أقول لك إن ربما تكون بالفعل انت ده، يعني انت اللي فعلا كنت سبب فشل وخراب وانهيار العلاقه بسبب تاثيرك بالاشخاص اللي حواليك. لان شايفه ان في اشخاص سامه حواليك يا برج الحوت بشكل كبير جدا. وكمان يا برج الحوت كانوا بيأثروا على تفكيرك تأثير سلبي، كانوا بيوقعوا ما بينك وما بين حباك وشريكك، كانوا بيأسوك عليه، كانوا بيقووك عليه بشكل كبير. برج الحوت حاليا انت مصطدم في الحيط، في طريق مسدود. العلاقه ما بينك وما بين حباك وشريكك مقطوعه. ولكن انت يا برج الحوت انت بتتظاهر بان انت ضحيه. برج الحوت حياتك اتقلبت راس على عقب. شايفه كمان ان برج الحوت متعرض لمساءله قانونيه، متعرض لهجوم، او يا برج الحوت مشكله قضائيه. انت برج الحوت شخص ذكي جدا، شخص عقلاني قوي، شخص روتيني، شخص منطقي، دايما بيتكلم بالمنطق بشكل كبير. ولكن يا برج الحوت امورك العائليه او العاطفيه مش احسن ومش الطف حاجه بصراحه. يعني انت يا برج الحوت عايز تحسم الموقف، عايز تتخذ اجراء صحيح تجاه وضعك انت وحباك وشريكك. خاصه يا برج الحوت ان العلاقه ما بينك وما بينه هي علاقه رفقاء روح، علاقه سولميد، علاقه توأم شعر. انت يا برج الحوت لسه احساس ومشاعر تجاه الشخص ده، في انجذاب، في رابط بينكم. انت عايز تتواصل مع الشخص ده، عايز تقول له ان اي مشكله او اي يعني عائق واقفه بينكم، طول ما انتوا مع بعض، طول ما انتوا ايديكم في ايدين بعض، هتقدروا تتخطوا اي وضع او اي حاجه يا برج الحوت. برج الحوت انت عايز تقترح على حباك وشريكك اقتراح رومانسي، عايز ترجع على عرض خطوبه، عرض زواج، عرض صلح. انت في حاله من الندم، الاشتياق، الحنين، الرغبه، بتعيش فتره من الركود واللامبالاه. انت بتستعيد ذكرياتك مع حباك وشريكك يا برج الحوت، وبتتخيله بشكل كبير جدا، ومش راضي عن الوضع اللي انت فيه ده نهائيا. انت بيجيلك فرص وعروض وبترفضها من اجل الشخص ده. او يا برج الحوت ربما يكون حباك وشريكك قدم لك فرص او عرض عليك عرض، وانت ضيعت العروض دي من ايدك، علشان كده انت ندمان بالشكل ده يا برج الحوت. ده بالنسبه يا برج الحوت لطاقتك انت. ده خلينا نشوف طاقه شريكك. بالنسبه لطاقه شريكك يا برج الحوت انا شايفه ان هو شخص حساس، شخص رومانسي، شخص عقلاني،
شايفه ان هو كمان يا برج الحوت بيحبك جدا، وعايز يظهر لك اهتمامه، وعايز يظهر لك جانبه الراعي. الشخص ده بيفكر فيك، ولكن هو غامض جدا يا برج الحوت بشكل كبير جدا. حبيبك وشريكك قدامه فرص وعروض كتيرة، أو علاقات الفترة دي متاحة ليه. يعني في أشخاص بتعرض على حبيبك وشريكك عروض خطوبة، أو عروض زواج، أو أو علاقات عاطفية، ولكن حباك وشريكك مش شايفها، وفي اللي معجب بيه من بعيد لبعيد. يعني هو قدامه فرص كتيرة الفترة دي، ولكن هو مش باصص على حد فيكو، ومش شايف حد فيكو خالص يا برج الحوت. الشخص ده ما زال بيفكر فيك او بيحن ليك انت، بيشتاق لك انت، ولكن الشخص ده بيعيش الوهم والخيال والتمني اكتر ما بيعيش الواقع. بظهور البطاقه هنا، فشايفه ان في حاله من الحنين والشغف والاشتياق والرغبه والحب. حباك وشريكك بيشتاق لك، بيحن ليك، حبه ليك بيزيد كل يوم اكتر واكتر. يعني يا برج الحوت مش معنى ان عشان انت العلاقات ما بينكم مقطوعه فالشخص ده يقدر ينساك. ف الشخص ده طاقته الحب عماله تزيد عنده، الشخص ده غامض ومش عايز يوصل لك احساسه ومشاعر برج الحوت خالص. طب خلينا نشوف ايه مشاعرك انت تجاه برج الحوت. بالنسبه لمشاعرك انت تجاهه، شايفه ان في طاقه خوف كبيره جدا منك يا برج الحوت. آه انت خايف وقلقان ومتوتر ومتشكك، وانت بتتهم بحبك وشيكك بالغدر بالخيانه. آه انت بتعيش فتره من اللاوعي يا برج الحوت، ومصدوم صدمه كبيره جدا، وفي سوء تفاهم كبير جدا ما بينك وما بين حباك وشريكك. برج الحوت بيلجأ للعزلة، بيحاول ان هو يهدى، بيحاول يستشفى، عايز يخطط للمستقبل، عايز يبني قدم من الأمان. هو شايف ان الوضع اللي هو فيه مش احسن حاجة، او صعب الخروج منه. فيا برج الحوت بنسبة كبيرة جدا من برج الحوت بيلجأ لحد اكبر منه سنا، حد اكتر منه خبرة، يقف جنبه، يسانده، ويدعمه، ويشجعه لحد ما يخرج من الوضع اللي هو فيه ده او يحل مشكله. بظهور البطاقه هنا، فشايفه ان انت يا برج الحوت اصبح عندك صحوه، اصبح عندك بصيره، اصبح عندك فتره من التجديد، عايز تحسن موقفك، وعايز تتخذ اجراء تجاه العلاقه بشكل كبير. انت عايز تلوم على حباك وشريكك، عايز تعاتبه ان هو دايما بيتهمك بقسوه شديده، او بيصدر عليك احكام سريعه. شايفه ان برج الحوت حصل على كرامته، وكرمس كانت سبب وعي ذاتي ليك بالشفاعه عشان تمكن المضي قدما في اتجاه ايجابي. كمان برج الحوت الفتره دي بياخد قرار كبير جدا، قرار مهم جدا بخصوص العلاقه، وبيستخدم الدروس الكرميه اللي حصلت له في السابق في اتخاذ القرار الصحيح ده. لو في مشكله قضائيه ما بين المتزوجين، فهيتم حلها بشكل عادل لبرج الحوت. خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. هو حاسس ان انت يا برج الحوت اتعاملت معاه بحماقه، او اهملته في اوقات كان محتاج لك فيها. الشخص ده انذرك كتير جدا يا برج الحوت، والعلاقه بالشكل ده هتنهار. انا شايفه ان الشخص لسه بقلبه واحساسه ومشاعره متمسك بيك او متعلق بيك يا برج الحوت. الشخص ده برج الحوت عنده استعداد ان هو يديك فرصه تانية. الشخص ده برج الحوت محاصر ومقيد ومتكتف الايدين بشكل كبير جدا، حواليه اشخاص برضه سامه. يعني مش انت بس اللي حواليك اشخاص بتاثر عليك، لا هو كمان حواليه اشخاص بتاثر عليه بشكل كبير جدا. كمان يا برج الحوت خليني نشوفك بشكل مش كويس. الشخص ده ما عندوش القدره ان هو يشوف الحقيقه خالص، ولكن مع بدايه منتصف شهر اغسطس وحبيبك وشريكك هيبتدي ان هو يتحرر من الوضع اللي هو فيه ده، وهيكتشف الحقائق، وهيبتدي ان هو يتخلص من جميع الطاقات السلبيه، ويتخلص من الاشخاص السامه اللي موجوده في حياته. الشخص ده يا برج الحوت مازال بيحبك، ومازال عايز العلاقه تتطور ما بينك وما بينه بشكل كبير، وكمان ده هيبان اكتر بعد تحرره من الوضع ده. شايفه كمان ان هو عايز يعني اول علاقه، او عايز يطور منها بشكل كبير عشان العلاقه تاخد مستوى اكبر من الحب والاحترام والالتزام بشكل اكبر. الشخص ده برج الحوت عايز يطلب منك ان انت تكون قد كلمتك. يعني لو انت كنت يا برج الحوت اديته كلمه، يعني طلبت منه انت ترتبط بيه او تدخل معاه في علاقه،
وتوثق العلاقة، ولكن يا برج الحوت كل شوية بتأجل الموضوع، فهو عايزك تكون قد كلمتك. ولو وعدت ووعد وخلفت بيه وانت عايز تفرق بوعدك. لو كنت متزوجين ما كنتش ملتزم تجاه الزواج او تجاه التقاليد، فهو عايزك تكون ملتزم معاه تجاه الزواج تجاه التقاليد، وعايز كمان ان يبقى في بينك وبينه حب واحترام والتزام يا برج الحوت. خلينا نشوف هو بيشوفك ازاي. هو بيشوف ان يا برج الحوت انت كنت منتظر منه اخبار، ولكن يا برج الحوت انت يعني هو اخباره اتاخرت عليك، وانت فضلت يا برج الحوت ساكت وما بتتواصلش. التزمت الصمت والتزمت الصبر يا برج الحوت بشكل كبير جدا. كمان يا برج الحوت انا شايفه ان هو يعني انت بتفكر لشيء او بتخطط لشيء، وعايز تحمي العلاقه وعايز تحافظ عليها وعايز تحقق الانصاف والمساواه بشكل كبير، عايز تحقق العدل والعداله يا برج الحوت بشكل اكبر. برج الحوت هو شايف ان انت عايز تمديله ايدك ببدايه جديده، وعايز تحقق النجاح والامن والاستقرار والازدهار في العلاقه، او ربما يكون هو شايف ان انت عندك بدايه ماليه جديده وبتحقق منها الامن والاستقرار والوفره الماليه والحب. بظهور البطاقه هنا يا برج الحوت انا شايفه ان طاقه الشمس هتحيط بيك خلال منتصف شهر اغسطس، وهتمدك بالطاقة الإيجابية والحيوية بشكل أكبر. هو شايف إن أنت في منتصف شهر أغسطس يعني كل حاجة تبقى كويسة، وهتكون أكتر إيجابية أكتر حيوية وأكتر ثقة بالنفس، وهتقدر إن أنت تعبر عن نفسك وعن إحساسك وعن مشاعرك بشكل كبير، وده بسبب طاقة الشمس اللي هتحيط بيك يا برج الحوت. طيب خلينا نشوف إيه هي نوايا تجاهك. واضح جدا إن بنسبة كبيرة يا برج الحوت في مشاكل للمتزوجين، وغالبا مشاكل قضائية. واللي ما عندوش مشاكل قضائيه ففي مشاكل كبيره ومشاكل عميقه. عامه انا شايفه يا برج الحوت ان حبيبك وشريكك في طاقه انتظار وطاقه مراقبه، هو متمسك بيك ومش عايز مش راضي عن الوضع اللي انت فيه. البعض من شركاء برج الحوت في اللي بيقرر البقاء والانتظار والمراقبه، وفي اللي بيقرر البعد والمغادره. بظهور البطاقه هنا يا برج الحوت ف شايفة ان العلاقة ما بينك وما بينه علاقة رفقاء روح، علاقة طويلة المدى، ولكن في مشاكل كبيرة مشاكل عميقة، والمشاكل دي مشاكل قضائية، ولكن حبيبك وشريكك عايز يحل الخلافات، عايز يحل المشاكل، عايز يعمل تسوية لجميع المشاكل القضائية. شايفة ان حبيبك وشريكك يا برج الحوت مش منفتح لبداية جديدة خالص، وده بسبب المشاكل الكتيرة اللي ما بينك وما بينه. ولكن مش معنى كده ان هو خلاص مش عايزك وان هو خلاص قطع العلاقات، لا، هو لو مبتعد فهو مبتعد منعا لتطور المشاكل اكتر من كده. الشخص ده متمسك بيك بقلبه وعقله يا برج الحوت، ولكن هو حافظ نفسه وعامل لنفسه حدود. طيب خلينا نشوف ايه خطواته القادمه. برج الحوت حبيبك يعني متعلق بطاقة سحر أو طاقة حسد أو طاقات سلبية أو في قوة خارجية بتأثر على حبيبك وشريكك بشكل كبير جدا. في طرف ثالث واقف ما بينك وما بينه. حبيبك وشريكك يا برج الحوت بيحاول على قد ما يقدر إن هو يتحرك، ولكن مش قادر يا برج الحوت. الشخص ده استسلم واتغير وابتعد عنك بسبب اسلوبك او طريقتك او بسبب سلبيتك معاه. الشخص ده لما بعد ما بعدش علشان هو بيكرهك يا برج الحوت، لا ده بعد عشان هو مش قادر يكمل على الوضع اللي انتوا فيه، او مش قادر يتأقلم على طريقتك او اسلوبك، او مش قادر يتقبل فكرة المشاكل الكتير او تدخل اطراف اخرى في حياتكم. عامة ايا كان الوضع او ايا كان المشاكل، الشخص ده بعد علشان مش قادر يكمل في الوضع ده او في العلاقة بالشكل ده، فاستسلم، اتغير، ابتعد، ضحى بنفسه، اتعامل مع نفسه باسلوب تخريب الذات، باسلوب مش كويس. الشخص ده بيحبك وبالرغم من حبه ليك داس على قلبه وبعد، لان زي ما قلت لك مش قادر، هو مش عايز يعمل المشاكل دي ما بينك وما بينه اكتر من كده. ولكن انا شايفه حاليا ان هو بيفكر فيك وبيحن ليك وبيشتاق لك وبيتواصل معاك اتصال روحي. الشخص ده بالرغم من وجوده، لان
الشخص ده برغم غموضه الى ان يا برج الحوت يعني يعني بيحسب التواصل اللي بينك وبين برج الحوت. الشخص ده في طاقة انتظار، في طاقة مراقبة. الشخص ده بيتمناك وبيحبك وعايز الأمور تتصلح ما بينك وما بينه بأي شكل من الأشكال. طيب برج الحوت بكده نكون خلصنا القناه بتاعتنا. اتمنى القناه تكون منطبق عليك، واتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصل على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هتفضل الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. واشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.